مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير حييكم. وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بأبرز العناوين. مناقشة البرامج التنموية في مديرية مغولو. حملة توعية دوائية في دك أمحري. جهود لتعزيز وتقوية الرياضات التقليدية. الصين تندد بخطة اليابان نشر صواريخ قرب تايوان. قتلى في هجوم على مقر لشرطة الحدود الباكستانية. الصين توقع صفقة مع زامبيا وتنزانيا لتطوير خطة سكة حديد. السلام عليكم ورحمة الله. دعا حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي في اللقاء الذي عقده يوم 22 من نوفمبر الجاري مع المدراء الإداريين والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء لجان الصلح ومسؤولي فروع الوزارات في مديرية مغولو، دعا إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج التنموية. وذكر السفير محمود المدراء الإداريين بضرورة القيام بدور نموذجي في تنظيم مناطقهم وخلق تكامل العمل لتحقيق البرامج المخطط لها على مستوى المديريات وإدارات الضواحي. وأفاد مسؤولو الخدمات الصحية والتعليمية أنه يوجد في المديرية 13 مدرسة و24 روضة أطفال، بالإضافة إلى مركز صحي وعيادتين، وحثوا على تعزيز دور المجتمع والشركاء في الجهود المبذولة للسيطرة على الأمراض المعدية التي تظهر في المنطقة. كما ذكر مسؤولون في مكاتب الزراعة والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من وجود 20,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أنه لم يتم حراثة وزراعة سوى 7,911 هكتارا في الموسم الزراعي هذا العام. وأوصى السفير محمود علي حروي في الختام بضرورة تعزيز الأنشطة التحضيرية للأراضي الزراعية بشكل عام، وأنشطة الحفاظ على المياه والأراضي بشكل خاص، لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من خلال زيادة الدخل ورفع الإنتاجية. اقترح المشاركون بدورهم تنظيم دورات تدريبية للمدراء الإداريين المنتخبين حديثا، وتوفير مركز صحي في ضاحية دقة، وإجراء عملية تجميع القرى في عد مرق، وتنظيم محاضرات وحملات لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول فوائد مؤسسات الخدمات الاجتماعية. نظم مكتب الصحة في مديرية دك أمحري حملة توعية يوم 20 من نوفمبر بشأن أو بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية. وأوضح المدير الطبي لمستشفى دك أمحري الدكتور يوسف يماني بأن مقاومة المضادات الحيوية في العالم بسبب الاستخدام غير السليم تتطلب الوعي، وذكر المواطنين بضرورة الامتناع عن استخدام الأدوية دون وصفة طبية. وقدم الصيدلي غبر متن تخل مريم شرحا حول خلفية المضادات الحيوية، مشيرا إلى وجود مخاطر عالمية تتمثل في تطور المقاومة للأدوية بسبب سوء الاستخدام. ودعا المواطنين إلى الامتناع عن إعطاء الأدوية المصنوعة للإنسان إلى الحيوانات، والتخلص غير السليم من الأدوية غير المستخدمة عبر تسليمها إلى أقرب صيدلية. من جانبه دعا مدير مديرية دك أمحري السيد يماني أبر الشعب إلى رفع مستوى الوعي وتناول الأدوية الموصوفة بشكل صحيح، والتخلص من الأدوية غير المستخدمة، لأن عواقب تناول الأدوية غير الموصوفة من قبل المتخصصين خطيرة. ونظم اليوم العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء البلاد من 17 إلى 24 من نوفمبر. ذكر رئيس اتحاد الرياضات التقليدية بإقليم عنسبة السيد قاسم إبراهيم الأهالي على العمل لتعزيز الرياضات التقليدية لغرس ثقافة وتقاليد المجتمع ونقلها من جيل إلى آخر. وأفاد لوكالة الأنباء الإريترية أن الرياضات التقليدية تبني الأطفال والشباب جسديا وعقليا، وتمكنهم من تمثيل الوطن في المحافل العالمية، إلى جانب دورها في نقل الثقافة والتقاليد. وفيما يتعلق بالرياضات الحديثة، قال إن الرياضات التقليدية لا تحتاج إلى الكثير من المتطلبات والموارد، ويمكن ممارستها بسهولة في أي مكان.
وذكر أن الإقليم ينظم مسابقات مثل سباق الهجن والعراك والمصارعة ورمي الرماح والقفز، ولكن مشاركة المديريات في هذه المنافسات التي نظمت هذا العام لم تكن على النحو المرتقب. وناشد في الختام كافة الجهات المعنية بشكل عام والمهتمين بالثقافة والتقاليد بشكل خاص للمساهمة في إقامة المسابقات الرياضية التراثية على مستوى المدارس تعزيزا لذلك. عقد المركز الصحي في رافائيل بمديرية فرو سيمينار تنويري للسكان يوم 22 من نوفمبر بالأمراض غير المعدية. ودعا مسؤول المركز الصحي في رافائيل الممرض عبد الله حمد المواطنين إلى إجراء الفحوصات الدورية واتباع النصائح الطبية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي للوقاية من الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي. وقال إن الأدوية التي تؤخذ دون وصفة طبية وخاصة المضادات الحيوية بإمكانها التسبب بأضرار صحية وخيمة، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر في استخدام وتخزين الأدوية. في غضون ذلك عقد قائد مركز شرطة فورو الملازم تخست برهوت سمينارا لسكان ضاحيتي مالكا ورافائيل حول مكافحة الجريمة. قدمت دعوة في إدارة ضاحية عد الشغالة بمديرية قلوج إلى المجتمع للاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتوفرة في المديرية. وأوضح مدير إدارة الضاحية سيد أبو بكر عثمان إن الإدارة تشمل قرى أميلو وبائياي التي تتوفر فيها المرافق الصحية وموارد مياه صالحة للشرب، مما يعتبر بيئة ملائمة لاستقرار المواطنين. وأضاف أنه تبذل جهود فعلية لتحفيز الإنتاجية الزراعية خاصة مع حل مشكلة المياه بتشييد سد في عام 2024 والذي تمكن من تخزين كمية لا يستهان بها من المياه. وأفاد المدير التنفيذي بالإدارة السيد حامد عثمان إن 1754 أسرة تعيش في المنطقة حاليا مع القابلية المتزايدة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مناشدا الجهات المعنية بفتح مدرسة للمرحلة الثانوية وتوفير الاتصالات. وذكر مسؤول مركز صحة عد الشغالة مساعد التمريض علي محمد أن المنطقة تتمتع بتوفر الخدمات الأساسية مع تزايد وعي المجتمع حول الطب والأمراض وسبل مكافحتها، مطالبا الجهات المعنية لزيادة عدد الكوادر الطبية وتزويد المركز بالأدوية الأساسية. بعد الفاصل سعادتي يعود بالأخبار الخارجية. نددت الصين بقرار اليابان المضي قدما في تطوير صواريخ على جزيرة قرب تايوان في تصعيد لسجال سياسي دبلوماسي متواصل منذ أسابيع. ونقل الإعلام الياباني عن وزير الدفاع شينجيرو كويزومي قوله إن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني القريبة من تايوان يسير وفق الخطة المحددة. وقال الوزير إن عملية النشر يمكن أن تخفض احتمال وقوع هجوم مسلح على اليابان وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتدهورت العلاقات بين بكين وطوكيو هذا الشهر بعد تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تشير إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا حال وقوع أي هجوم على تايوان. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن قيام اليابان بنشر الصواريخ يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر الإقليمي وإشعال مواجهة عسكرية. قتل 3 من رجال الأمن في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة الحدود في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد. وقال رئيس شرطة المدينة سعيد أحمد أن أحد المهاجمين فجر نفسه عند البوابة الرئيسية للمقر الإقليمي لقوات الشرطة، بينما قتل المهاجم الثاني برصاص الضباط قرب منطقة مواقف السيارات. وأوضح أن الهجوم تسبب في مقتل 3 من أفراد الأمن عند البوابة وإصابة 4 آخرين. وطوقت قوات الأمن المنطقة وأكدت مصادر أن سلطات إنفاذ القانون يتعاملون بحذر مع الاشتباه بوجود مسلحين آخرين في المنطقة. وشهدت المنطقة في السابق هجمات وجهت الاتهامات بتنفيذها إلى حركة طالبان الباكستانية، وأدت تلك الهجمات إلى توتر العلاقات بين باكستان والحكومة الأفغانية، حيث تتهم إسلام آباد كابول بالسماح لطالبان الباكستانية بالعمل بحرية داخل أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.
وقعت الصين اتفاقية بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي مع زامبيا وتنزانيا لتطوير خطة سكة حديد تازارا الذي يربط زامبيا غير الساحلية بالمحيط الهندي. وتم التوصل إلى الاتفاقية خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى لوساكا، وكانت هذه أول زيارة لرئيس وزراء صيني إلى زامبيا منذ 28 عاما. وفقا لوكالة أنباء شينخوا، تعتزم الصين خلال زيارة لي تعزيز التعاون مع تنزانيا وزامبيا في مجال السكك الحديدية وتعزيز التجارة مع هاتين الدولتين الإفريقيتين. وستدعم هذه الدول تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي الصيني على الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين، وتشجع توطين الإنتاج والتصنيع في إفريقيا، وتوسع صادرات المنتجات عالية الجودة إلى الصين. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. مناقشة البرامج التنموية في مديرية موغولو. حملة توعية حول استخدام الأدوية في دك أمحاري. جهود لتعزيز وتقوية الرياضات التقليدية. الصين تندد بخطة اليابان نشر صواريخ قرب تايوان. قتلى في هجوم على مقر لشرطة الحدود الباكستانية. الصين توقع صفقة مع زامبيا وتنزانيا لتطوير خط سكة حديد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.